السلام عليكم. حادث سقوط رافعة بأم بواقي من أمام فاست فود، يعني محل للبيتزا أو مطعم للبيتزا، يخلف وفاة شخصين وإصابة أشخاص آخرين تم تحويلهم إلى المستشفى. وحسب معلومات مؤكدة، ضحيتي الحادث هما رشيد دكدوك وطالبة جامعية تدعى قيد حياتها خليفي تهامي فاطمة رحمها الله. الطالبة حسب شهود عيان كانت تحتفل بعيد ميلادها داخل مطعم، ولكن القدر كان أسرع. فور خروجها من المكان التي كانت تحتفل فيه رفقة صديقاتها، أصيبت جراء سقوط الرافعة، وقدر الله ما شاء فعل، توفيت في عين المكان رحمها الله وألهم ذويها الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا هو الأجل تاعها، ربي كان كاتب لها هذيك اللحظة، يعني تموت في هذيك اللحظة، فرحمها الله.